ليه ربنا بيختبرنا بالوحدة والعزلة؟ أصعب وجع ممكن يمر بيه إنسان هو إنه يحس إنه لوحده، مفيش حد فاهمه، مفيش ونيس، والناس اللي حواليه كأنهم في عالم تاني. بنسأل نفسنا: يا رب ليه الوحدة دي؟ ليه العزلة اللي اتفرضت عليا دي؟ الحقيقة إن الوحدة أحيانا ما بتبقاش عقاب، دي بتكون دعوة خاصة من ربنا لقلبك. أنا سيلا. النهاردة هنفهم ليه ربنا بيختبرنا بالوحدة، وإيه اللي ربنا عايزه مننا. فك التعلق بالبشر. ربنا بيعزلنا عن الناس أحيانا لأن قلوبنا بتتعلق زيادة بصديق أو حبيب، وبنفتكر إن سعادتنا في إيديهم. ربنا بيعزلك عنهم عشان يوريك إن البشر مساكين زيك، ما يقدروش يملوا فراغ قلبك الحقيقي. الاختبار هنا هو إنك هتدور على الونس في الناس تاني، ولا هتعرف إن الله هو الونيس. نيجي للتصفية، تصفية الدقيق، علشان تسمع صوت نفسك. إحنا عايشين في دوشة وتوقعات الناس مننا. ربنا بيبعدك عن الزحمة عشان تسمع نفسك. الوحدة هي الوقت اللي بتواجه فيه عيوبك ومميزاتك وأحلامك من غير تأثير حد عليك. ربنا عايزك تعرف أنت مين بعيد عن أدوارك مع الناس. ترقية روحك. أغلب الأنبياء والصالحين مروا بفترات عزلة طويلة. ربنا بيعزلك عشان يربيك بعيد عن عادات الناس السيئة أو كلامهم اللي بيحبطك. العزلة هي فترة تدريب لروحك عشان تخرج أقوى وأنقى. العزلة والوحدة بوابة التدبر ومعرفة الله. لو جينا نتكلم عن الجانب الروحي العميق، عارفين إيه أجمل حاجة في الوحدة؟ إنها بتشيل الغشاوة اللي على قلوبنا. إحنا وسط الناس بنقرأ القرآن وبنسمع عن ربنا بدون تركيز، لكن في العزلة الموضوع بيبقى مختلف تماما. ربنا بيختبرك بالوحدة عشان يخليك تتدبر. لما تفتح المصحف وانت وحيد بتتدبر، والسكينة بتبقى مالية المكان. الآيات بتبدأ تتكلم معاك، بتحس إن كل كلمة نازلة ليك بتطبطب على وجعك. في الزحمة بتنشغل بالخلق، لكن في العزلة بتنفرد بالخالق. الوحدة هي الوقت اللي بتعرف فيه ربنا بجد، الودود اللي بيسمع دقات قلبك وهي مكسورة، والقريب اللي مفيش بينك وبينه واسطة. ربنا ما بعتش الناس عنك إلا علشان يقولك أنا هنا، أنا باقي حين يرحل الجميع. اختبار الرضا عن الله في الصمت. سهل على الإنسان إنه يسبح ويشكر وهو في وسط الناس بيضحك ومبسوط. لكن الاختبار الحقيقي، هل تقدر تقول يا رب أنا راضي وإنت لوحدك في أوضتك والليل طويل؟ ربنا بيختبر أنسك بيه في عز الغربة. أنا سيرة، وقناتنا هنا هي ونسك في وقت وحدتك. لو حاسس بالوحدة حاليا، افتكر إن ربنا ما بعدش عنك الناس إلا علشان يقربك منه. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر آية ريحت قلبك لما كنت لوحدك.